اهلا بكل محبي الكوره والدوري الانجليزي والفانتسي بالتحديد اللي بيتابعونا من كل مكان. معاكم احمد وسلمى، والحديث النهارده عن فانتسي الجوله 23. يعني ده رقمي المفضل، فيا رب تبقى جولة أعدل شوية من الجولة اللي فاتت، لأن أنا خلاص اتخنقت بجد. واحد هو اللي وقعني الموسم ده، واحد بعينه هو اللي بوظ لي الموسم بتاعي الموسم ده، ومش قادرة أسامحه. بس لو بتحبوا سامحيه، هو ليه سامحيش نفسك؟ انت اللي صابره بصراحة عليه يعني. أنا اللي غلطانة. بس لو بتحبوا الحلقات دي ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفتحوا جرس التنبيهات وتقولوا لنا دايما رأيكم في الكومنتات، وركزوا معانا عشان حلقة مهمة قوي. يلا بينا. يلا بينا نخش في التقيل. طيب احنا قررنا ان النهارده هنعمل لكم حلقه العين على مين. يعني هنتكلم عن الناس اللي اعتقد الناس مركزه معاهم، او اللي احنا حاسين ان الناس المفروض تركز معاهم، ونقول راينا فيهم. صح. طيب انت العين. لا، قبل ما نخش بس في الحلقه عايزين ندي شاوت اوت لاي حد سمع كلامنا في فقره الحق الاسبوع اللي فات اللي ولعت الدنيا بجد. لو كان اي حد عايز يشتري لعيب واتفرج على الحلقه واشترى حد من اللي احنا قلناهم في الحق، ولع الدنيا، سواء بقى ماتيتا، سواء فودن، سواء كل الاربع مدافعين اللي انت قلت عليهم. وطبعا الاربع مدافعين دي برضو كلهم عملوا. سبحان الله. قلت لكم افكسوا ايزاك. قلت ولا ما قلتش؟ انا حتى والله ما اشتريته، انا بس فكرت اشتريه الاسبوع ده. فكر اشتري كريس وود، فخلي عينكم عليه كده، انا بقول اهو. طب عينك على مين؟ عايز تبدا بكريس وود؟ لا، خلينا نبدا بناس تانية. انا هبدا بالكبس بقى على ليفربول الفتره دي. ماشي. يعني ده الشيء المنطقي اللي الناس كلها تفكر فيه، سواء ليفربول او حتى ايفرتون اللي برضو عندهم عناصر حلوه جدا ممكن نستغلها في الدبل جيم ويك ال 24. فلو عايز تحضر من بدري دي فرصتك ان انت تلحق تشتريهم من الاسبوع 23. وهما الاثنين ماتشهم اللي قبل الدبل جيم ويك مش وحش، ففعلا ممكن تحضر من دلوقتي للدبل جيم ويك. مين بقى عينك عليه من ليفربول؟ بالتاكيد صلاح، كده مش هنتكلم عنه كتير. في اخر 4 ماتشات جاب جون واحد بس من لعب مفتوح. ماشي، الراجل في الشامبيونز ليج برضه دخل لسع جون اهو. وبعدين ما احنا عارفين صلاح عادي هيجي له ماتشين 3 في الاسبوع في الموسم، مش هيعمل يعني مش حاجه غريبه. 100% لازم. غير كده بيلعب حلو قريب من الجون. ليفربول اصلا في الماتشات دي كانت حتى عانت نوعا ما، لحقوا نفسهم في ماتش برانفورد بالعافيه من نونيز، ودي حاجه اصلا غريبه. لكن تهيألي مع اصابه يوتا دقايق لويس دياز مثلا هتزيد جدا الفتره اللي جايه. وجاكبو، ما هو جاكبو ده اللي كنت هقوله، جاكبو عليه ودياز. بس حاسس دياز اكتر لان دياز يعني ارن سلوت بيوظفه وينج شمال ومهاجم، فعنده حاسه فرصه اكبر من نونيز ومن جاكبو ان هو ياخد دقايق اكبر. ده في تخيلي. بس جاكبو برضه يعرف يلعب في كذا وجاكبو بيعرف يلعب الاثنين برضه، ودقايقه كتيره قوي الموسم ده. فانا بالنسبه لي على حسب انتوا عايزين حد في انهي مركز، لان ده مهاجم وده نص ملعب، فعلى حسب انتوا عايزين حد منين او ممكن تبيعوا حد منين تركزوا فيهم. انا اللي انا بحاول اجيبه قوي وهو ترند طبعا. يعني اعتقد ان هو مستاهل في الدبل جيم ويك اني اعمل حاجه عشان اجيبه. يعني هو لان الدبل جيم ويك حلو كمان، وماتشاتهم قبليها حلوه وبعديها مش وحشه. وهو على فكره ارقامه الهجوميه كويسه قوي، يعني هو اكتر واحد عامل فرص كبيره في اللعبه من المدافعين. وارقامه حتى من غير ما تقارنه بالمدافعين عامه ارقامه الهجوميه كويسه قوي. مفروض ان هو احسن فاليو في ال6 ماتشات الجايين، فان مدافع غالي يكون فاليو حلو ده معناه ان متوقع له التالق قوي. انا بس يعني بصراحه لو مفيش دبل جيم ويك شايفه فلوس كتير على اللي هو بيعمله. لان اولا ليفربول دفاعهم كويس بس بيلبسوا جوان، الراجل اتاكينج بس مش دايما بيعمل اتاكينج ريتيرنز كتيره. وفان دايك اللي ب 6.4 على فكره عنده جول اتامتس كتير، عنده جول اتامتس كتير. وكل مع ان صراحه ليفربول مش افضل حاجه في الكورنرز، يمكن من اقل الفرق اللي عندها اكس جي اصلا يعني تقريبا. بس الراجل بحسه دايما خطر برضه الصراحه، ما اعرفش ازاي. من فاولات كمان يعني. مش بس من كورنرز، بس كمان من فاولات ومن حركات. بيعمل اسيستات ساعات برجليه اصلا، ساعات بيطلع صلاح على الوينج او بيطلع حتى الناحيه الثانيه. ففرق فلوس ممكن يستاهل. في كوناتي برضو ب5.1 بس ده ريسك حلو. انا ريسك، بس انا خايفه يتصاب في وسط الدبل جيم ويك مثلا او حاجه واتفقع. يعني حتى ممكن اجيب اليسون وخلاص. يعني لو عايزه كوناتي ممكن اجيب اليسون وخلاص واريح نفسي. يعني هقول لك بقى على اصيع. طب انا شايف بدل ما اجيب اليسون، عشان فكرت في الحوار ده، فكرت اعمل وايلد كارد اصلا واظبط فريقي شويه. بس حسيت انه هروح لبيكفورد ب5 مليون. عنده ليفربول في الدبل جيم ويك، بس برضه عنده ليستر هوم في الدبل جيم ويك.
احنا عارفين ان ليفربول بيشوطوا كتير، وبيكفورد من اكتر الناس اللي بتعمل سيفز، هو اصلا تاني اكتر حارس جايب نقط في فانتسي لحد دلوقتي، فسبحان يعني رغم كل كويس. ده لا يعني وبيجيب سيفز كتير قوي، فبيكفورد عجبني قوي. بما انك بقى اتكلمت على ايفرتون، نخش على ايفرتون بقى شويه. عيني على نداي قوي قوي. ما ده بقى دي بقى اللي انا فكرت فيه ومعضله بالنسبه لي، لان كالفرت لوين ونداي الاثنين ب 5.4. انا كنت فاكر ان ده هلاقيه مثلا ب5. ده كان توقعي. لما لقيته بنفس السعر انا شايف ان نداي لعيب افضل 100%. بس فانتسي ما بتعترفش دايما باللعيب الافضل، ساعات بيجي ضربه جزاء من غير حيث لا تدري تلاقي كالفرت لوين هو اللي ولع الدنيا. الجول الصراحه الاخير اللي جابه في الماتش اللي فات جول حلو قوي، اللي ما شافوش اتفرج عليه. رقص بتاع الثلاث لعيبه في نص سنتي كده وحطها في الدقيقه حلوه جدا. يعني قصدي ان ممكن مع ديفيد مويس مع الانتفاضه المدرب الجديد كالفرت لوين نشوف مستوى افضل بكتير من اللي شفناه، لان هو لعيب عامه برضه كويس. هو لعيب كويس، بس هو في الاخر دلوقتي واحنا بنبص نفتكر موسم واحد كان كويس، بس بما انه عمل كده موسم واحد، ما هو اكيد ممكن يعني عنده القدره انه يعمل ده في البريمير ليج. انا عجبني نداي اكتر لان زي ما انت قلت هو لعيب احسن بكتير، وهو وانتوا بتتفرجوا على ايفرتون يعني فاكرين ماكنيل في اول الموسم لما هو اللي كان بيعمل كل حاجه، ماكنيل الاصابات وكل الحاجات دي، نداي خد مكانه. ونداي لو كمل كده هو مش هيكون في ايفرتون، هو جامد اصلا، هو ممكن يتاخد هو جامد قوي، هو جامد. فعايز تريسك على كالفرت لوين او تريسك على نداي، بالنسبه لي اوبشنز حلوه قوي. عايزه بس اقول حاجه، ان برايتون اللي كالفرت لوين هيلاعبهم من احسن الفرق دفاعيا من نص الملعب، من مكان قلب الملعب قصدك يعني. من قلب الملعب بالظبط. فممكن كالفرت لوين يبقى مشل اسبوع، بس طبعا هيبقى عنده فرصتين في الاسبوع اللي بعده. معاكي حق. على بعد كده ولازم نحط عيننا الفتره الجايه على الدويتو الخارق بتاع السنه دي بتاع مبويمو وويسا، لان الاثنين دول اللي هم عاملينه من اول الموسم يعتبر يعني موسم مشرف جدا 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 جدا. داخلين على ران ماتشات يعتبر محترمه قوي، ماتشات فيهم كتيره، ماتشات سهله، خصوصا ضد دفاعات كمان بتلبس اجوان لغايه الاسبوع تقريبا 29. فالدويتو ده بعيدا عن الدبل جيم ويك اوبشنز حلوه جدا نحط عيننا سواء على ده او على ده. اسعارهم كويسه فما عنديش مشكله خالص فيهم. يعني ويسا ارقامه كويسه قوي قوي قوي، بس مبويمو احنا عارفين مش بيبقى محتاج الارقام دي قوي، بس ويسا كان اعلى واحد جايب نون بينالتي اكس جي اي، فدي حاجه جامده قوي. حلوين بس مش عارفه ايه اللي بيوقفني من اجيبهم. لا كويسين الصراحه، هم عاملين بجد موسم محترم قوي، والكيمياء بينهم حلوه جدا. مستغلين كمان لويس بوتر ده اللي بيلعب ليفت وينج باك وينج، حاجه غريبه كده، بيخلق للاثنين فرص حلوه قوي. هم دفاعهم وحش، بس الرورتس ليفل اللي عندهم عامل ارقام حلوه قوي، شوتس ان ذا بوكس. فلما بتلاقي مدافع عامل ارقام كويسه في شوطات في ال18 بتاع الخصم، ده ممكن برضو يبقى اوبشن حلو. بس اعتقد مش هجيب حد من دفاعهم، بس لا ركز على الهجوم. طيب انا هعمل شاوت اوت للعيبه نيوكاسل. انا عارفه ان هم خسروا الماتش بتاع بورنموث، وبصراحه بورنموث كانوا رائعين. لا وبورنموث كانوا رائعين في الماتش ده، يعني بجد شابو بورنموث. هونوا عليا شويه الماتش ده، تشيلسي تعادلته مع بورنموث، حسيت ما يعني احنا في ارضيات علينا 2-2 بالظبط، ده هم راحوا رسعوا نيوكاسل 4 ورجعونا الحمد لله، احنا كمان رجعنا التوب 4 تاني بسبب الماتش ده بالظبط. فهونوا عليا شويه الصراحه. فايزاك كده عنده ماتش حلو قوي الجوله دي، فانا ما اعرفش انت ازاي بطلت تفكر فيه. يعني انا ممكن اشتريه، فكرت اشتري بدل عم جاكسون اللي هيشلني يا نهار اسود. جوردن تاني اكتر واحد عامل محاولات على المرمى في لعيبه نص الملعب، برضو يزال اوبشن حلو قوي. حاسه ان واحد زي جوردن عنده فرصه انه يروح المنتخب قوي مع توخيل، فدي فرصته قبل الانترناشونال بريك بتاع فبراير. فايزاك وجوردن وزي ما قلنا لويس هول، كل دول اوبشنز ما زالوا حلوين قوي. حاسه نيوكاسل هيفوقوا على طول من اللي حصل فيهم. ونروح لبورنموث. تعالي نروح لبورنموث، برضو اتكلمنا عنهم الاسبوع اللي فات، واتكلمنا عن سيمينيو بالتحديد، بقى لنا اسبوعين بنتكلم على سيمينيو. وكلويفر جبنا سيرته برضو. كلويفر الصراحه انا كنت دايما قلقان منه، هو الماتش اللي قبليه ما لعبش اصلا، او مش ما لعبش، ما بداش ونزل عشان حد اتصاب. ان هو ينزل يلعب نيوكاسل في سان جيمس بارك ويجيب 4 ولا 3 اجوان واسيست، ده بالنسبه لي شيء يعني غريب جدا جدا جدا، لان هو عامه في العادي مش لعيب كلينيكال قوي كده. هو ضربات الجزاء مساعده ارقامه، بيلعب كويس لكن ده طبعا اوفر بيرفورمينج بمستوى مرعب يعني. لكن انا دايما هفضل سيمينيو عن كلويفرت بس عشان ضربات الجزاء، فطبعا دي بتخلي بالك كفه متوازنه نوعا ما. ضربات الجزاء كده و نوتنغهام فورست بيلبسوا من ناحيه كلويفرت، فدي برضو ممكن حاجه تروح شويه لكفه كلويفرت. هو ضربات الجزاء بالسعر ده بفريق بيلعب حلو قوي، يبقى عنده اصابات، فكلويفرت دقايقه هتزيد. يعني هو لما قعد ما كانش لسه الاصابات قوي كده. فبالنسبه لي على فكره كلويفرت وجوردن الاثنين الفرق اللي هيلعبوهم بيلبسوا من ناحيتهم، فاي حد فيهم طبعا
كلويفرت وسيمانيو وكده ارخص بكتير قوي من صح. جوردن يعني. جوردن في حته مبويمو، يعني انت هتقارن مبويمو بجوردن بالظبط. بتوع بورنموث كلهم اوبشنز حلوه قوي. كيركز هوجسون هوجسون ده بجد هايل هايل هايل، وارقامه زي فان دايك بقى، ارقامه في الجول اتامتس يعني كويسه قوي. فسواء عايزين تجيبوا ده او ده بالنسبه لي ما زال اوبشن حلو. طيب انا هخش برضو تاني واكد تاني على مستر فانتاستيك، الراجل عم ماتيتا. ماتيتا الصراحه الراجل يعني جاب جون، وقلنا الراجل يا جماعه هاتوه، جاب جون، قلنا يا جماعه بصوا الراجل جاب جون اهو، دخل حط جونين، فبالتالي الماتش الجاي يجيب هاتريك بقى بالمنظر ده. هو لعيب كده ستريكي قوي، هو لما بيلاقي نفسه بيعمل حلوه فورمه حلوه، الراجل في فورمه حلوه، معاه ضربات جزاء زي ما شفنا واتاكدنا في الماتش اللي فات. ماتشاتهم حلوه جدا. كريستال بالاس كفريق تاني احسن ماتشات. كريستال بالاس كفريق فاق جدا الصراحه، بقى بيلعبوا كويس جدا، دفاعهم بقى افضل كتير. يا ريت كنت تلعب تشالوبا. خدنا شالوبا تاني، بس شالوبا اصلا مش بيلعب اساسي عامه، مش بيلعب يعني اساسي اصلا. وبتاعنا وحقنا، ما هو يروح يشتري حد، او في موسم انتقالات يروح يشتري اللي هم عايزينه. بس الفريق عامه فاق جدا. طبعا مونوز هيفضل طبعا اوبشن في الدفاع كويس جدا. ايزي او صار الاثنين كويسين، بس بالنسبه لي افضل خيار هيكون بالتاكيد ماتيتا. برانتفورد بيلبسوا من ناحيه صار، فدي ممكن تبقى اوبشن حلو. هم جابوا حد جديد اسمه اسي ولا اسمائهم غريبه قوي الفريق ده والله العظيم. اسي وازي جابوا اسي من ميلوال. الولد ده كان عليه كلام قوي 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 في ميلوال يعني، فانا رحت ماتش الميلوال قريب وهتشوفوا الفلوج قريب يعني، فعشان كده عارفه الولد ده. فاسماعيل صار طبعا ممكن نلاقي روتيشن قريب، بس ماتاتا بالنسبه لي اوبشن حلو قوي، وواضح ان هو خد المكان خلاص. نيكيتيا ما اعتقدش ان هو يعني بيطلع بدري شويه ماتاتا، بس ما زال اوبشن حلو قوي. المهم يعني برانتفورد بيلبسوا من الوينجات قوي، فازي او صار الاثنين ممكن يبقوا اوبشنز حلوه قوي. هو برانتفورد على العموم دفاعهم بيلبسوا اصلا كده عامه من كل النواحي يعني. برضه حاجه نحط عيننا عليها، ان الكلام كتير قوي 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 ان كونيا رايح ارسنال. وانا بالنسبه لي ان ده لو حصل انا متاكد ان هو هيروح يلعب على طول. مش هيروح ياخد وقت، مش هياخد تاقلم، هيروح يلعب على طول. ما انت بتشتري في يناير وبتدفع سعر اللعيب بيلعب في الدوري الانجليزي وهو جاهز وفورمه، وهم ما عندهمش حد يلعب في مكان المهاجم. فطبعا الصفقه دي لو تمت كونيا هيبقى اوبشن عظيم في الفانتسي. طبعا الفرعون بتاعنا اكيد برضه لما يخش ان شاء الله، بس ده شويه بقى مش فاهمين جوارديولا هيمشيها ازاي لسه. لا ولسه ما شفناش الصوره ليه بتي شيرت مانشستر سيتي، مش فوتوشوب. ممكن النهارده النهارده ماتش الشامبيونز ليج جايز نشوف حاجه يعني. برضه نحط عيني على مرموش، لان انا مستني اشوفه في الفانتسي، هموت بجد، ايدي بتاكلني واروح اجري اشتريه. طيب يعني كده تعالى اقول بسرعه احسن فاليو في الهجوم طبقا للمتوقع النقاط. طبقا للمتوقع النقاط ما زال ديلاب وخيمينيز في الليسته، لان هم رخاص قوي. جاو بيدرو برضو لسه في الليسته، ومنتي على فكره عمل ماتش جبار. الماتش اللي فات كان شكله كويس قوي وانا بتفرج على الماتش. جاكسون يعني هسألك لا ما اسمعش سيره جاكسون دي ابدا. هسألك كام سؤال ولا جاكسون ولا فاردي، ما اسمعش سيره الاثنين دول. طيب اللذيذ بقى ان الاثنين دول ارقامهم في العلالي يعني عشان هم بهايم وبيضيعوا كل الكور يعني، هم بيجي لهم كور وبيضيعوها كلها. طيب هسألك بقى على كام حد. اماد ديالو لا كويس بالسعر ده معقول جدا، بس ممكن افضل شويه روجرز، لان روجرز داخل على ران ماتشات حلوه قوي. فممكن اميل لروجرز حاليا. انا فيلا مضايقني قوي، عندهم اصابات كتيره قوي في نص الملعب مأثره عليهم كفريق. فانا عندي روجرز لان هو رخيص قوي، بس في نفس الوقت حاسه اكيد مانشستر يونايتد هيفوقوا، وبسعر ديالو برضو الولد قادر انه يعمل حاجه. طيب ماكاليستر وسبوسلاي ما فكرتش فيهم للدبل؟ فكرت فيهم بس هم للاسف مش يعني بقالهم كتير ما بيعملوش اي اتاكينج ريتيرنز. جايز طبعا في الدبل جيم ويك يعملوا، وعاده الدبل جيم ويك بتطلع ناس عشوائيه في وسط الفرق، لكن مش عايزهم على المدى البعيد. هجيبهم بس عشان دبل جيم ويك، لكن عامه مش مغريين قوي. ممكن اروح لحد زي لويس دياز وغلي شويه، بس هيبقى ضامن اتاكينج تيرنز اكتر شويه. على العموم ماكاليستر ارقامه الهجوميه احسن شويه من سبوسلاي، فلو عايزين تراهنوا على حد اعتقد ان ماكاليستر ممكن يبقى اوبشن احسن شويه. سريعا هقول لكم مين اوحش دفاعات طبقا للارقام، عشان ممكن تفكسوا لدفاعاتكم لو عايزين. نمره 1 وهو مين؟ تشيلسي. ماشي شكرا. اخر كام ماتش دفاعكم وحش قوي. طبعا سانشيز يشيل كتير قوي. لا بس الماتش اللي فات ده فعلا كان كويس والله العظيم. هو الغبي اللي وقعها في الكورنر ده ما كانش جول، لازم يجيب كلين شيت الصراحه. فحاسس ان حد يخلي كوكوريا كولويل انا اصلا الاسبوع اللي فات قلت نفكس دفاع يونايتد ودفاع تشيلسي. دفاع تشيلسي بسم الله ما شاء الله كله عمل اتاكينج ريتيرنز يعني. اسمه ايه الحرامي بتاعك مادويكي اللي سرق من حيوان والله العظيم بس مش طيب. بس المهم ان تشالوبا جاب اسيست، كوكوريا جاب جون، وتوسن جاب جون. فانت 3 مدافعين عملوا اتاكينج ريتيرنز بسم الله ما شاء الله عليهم، ما خيبوش. لكن طبعا دفاعيا ما لبسوا في الاخر جوان. لو الجون فعلا كان بسبب سانشيز بس غلطه فرديه،
لكن في الاخر لبسوا جوان وما جبناش كلين شيت، فما زال عند موقفي لا ما نخليهمش. لا سيتي برضو دفاعهم وحش، بس وانا حاسه خلاص مش هجيب جوارديول يعني، ممكن بقى ابتدي افكر في اصلا فودن. عندهم سيتي وتشيلسي، عندهم سيتي عندهم تشيلسي وارسنال او ليفربول، والله ما فاكر عندهم حد كده. عندهم ارسنال قريب وعندهم ليفربول مش بعيد برضو في فبراير يعني. طيب بتفكر في فودن ترجعه؟ فودن لا مش هرجعه خلاص، بس اللي عايز يشتري حد ممكن يروح يشتري فودن. طب سابينيو يعني اللي ما لعبش؟ لا انا اروح مع فودن بصراحه. يعني فودن حتى لما بالصفقات اللي جايه الجديده تيجي بتاع فودن يبقى اكتر واحد برضو قادر يمسك في مكانه. دي بروين حلو، هو الصراحه عمل ماتش حلو جدا الماتش اللي فات، بس انا الصراحه مش معتبر الماتش اللي فات ده مقياس، لان هم عمالين يمشوا على سطر ويسيبوا سطر. ده كان ماتش سهل فتحت منهم من بدري، فالموضوع كان برضو نتفرج على بي اس جي النهارده، احنا برضو بنصور ده ماتش هيفرق جدا معنويا كمان، غير مين اشتري مين ممكن استنى بعد ماتش تشيلسي حتى يعني والله على فكره يعني عادي جدا يخشوا يكسرونا. لا 100% يكسرونا الصراحه، تشيلسي بقى كويسين برضو بس يعني الماتش هيبقى رايح جاي، بس قصدي عادي يجيبوا جوان واحنا نجيب جوان والماتش مفتوح. بس قصدي عادي ان احنا نستنى لغايه يوم 25 فبراير يبقى الترانسفير ويندو شبه قفل، نبقى عرفنا مين خلاص الصفقات اللي جت، نبقى عرفنا القصه دي كلها، ووكر مشي مش عارفه ايه مشي خلاص. اخر سؤال قبل ما نخش على فقره الكابتنه، مدافعين ارسنال، لان ارسنال طبعا ما فيش كلين شيتس في اخر كام ماتش. انا لو هعرف اجيب ترينت او فان دايك او جاكبو حتى هبيع جابرييل. كده كده ساليبا واضح انه مصاب، وواضح من كلام ارتيتا اللي هو اصلا بنعصر على فرقت معايا دي اللي زقتني قوي بقى، اللي هو لا فعلا ممكن ابيع جابرييل لو خلاص ساليبا فعلا مصاب. لا كده الموضوع يعني كلين شيت بقت اصعب بكتير. اتاكينج تونز هتيجي، بس في الاخر ما هو لازم جنبها برضه كلين شيت تتزق، لما دي ما تجيش دي تيجي عندي اختيارين بلعب عليهم، لكن بلعب بس على اتاكينج تونز من جابرييل صعبه شويه. لا وليفربول احسن دفاع وعندهم دبل جيم ويك يعني طبقا للارقام ليفربول يليه ارسنال وعندهم دبل جيم ويك، فانا حاسه انها بلا تفكير اقلب واحد من دول. لو عايز تخليهم معاك فلوس وبايع هالاند ماشي، بس انا مثلا عندي هالاند لسه للاسف ما بعتوش، فهضطر ابيع جابرييل عشان اجيب حد من ليفربول، ومش حاسه ان دي فيها مشكله. لا ما فيهاش مشكله. نوصل لنوتنغهام فورست اللي برضو اوبشنز بتاعتهم في الدفاع حلوه قوي، وبورنموث زي ما قلنا كيركز بقى وهويسن ده. بس انا بفكر اجيب وود. طيب ايه بقى هيفشل ولا ايه زي ايزاك؟ ماتش مش حلو الاسبوع ده. بورنموث على ارضها من احسن الدفاعات. هو من امتى همه؟ من امتى الباشا همه؟ الباشا ولا بيهمه حد على رايك؟ بس طيب انا الوحيد بس اللي يهتم بيا، لان انا ممكن اجيبه الارض. طب تعالى نتكلم بسرعه، هتكابتن مين؟ صلاح وما فيهاش كلام. ابسويتش على ارضه ما فيهاش كلام الصراحه، مش هريسك في دي، مش عارف اريسك فيها. يعني انا بقالي بس بتاع 4-5 جولات ما جيتش جنب صلاح. انا بروح مع هالاند، بروح مع برونو، عمال بنوع، لكن دي مش هقدر انوع فيها الصراحه. طيب ديالو ممكن يبقى اوبشن للكابتنه اللي عايز ياخد ريسك، لان فولم بيلبسوا من ناحيته، فدي على فكره بدفاع تشيلسي على فكره هالاند ممكن يكابتن عادي، وهالاند ممكن والله ما بهزر، اللي عنده يعني او فودن ما اعرفش بقى اللي عندك مين ممكن يكابتن عادي. دفاعكم وحش قوي، بس ممكن ايزاك طبعا لساوثهامبتون بالظبط، ايزاك كده كده اوبشن للكابتنه هايل. طيب سون لا. هيلعب مهاجم، اسمعني هيلعب مهاجم لان سولانكي اتصاب. اعتقد ان ريتشارلسون على فكره ممكن يبقى ريسك حلو، بس اعتقد ان دقيقه هتبقى واحده يعني. فسون هاجم ضد ليستر على ارضه، انا عارفه بجد بيلعب وحش، بس ضد ليستر هو ما تعرفي اصل خباك، ما هو الماتش اللي فات خلصوا من ايفرتون اترقعوا 3 اجوان يعني عادي، يعني ايفرتون كانوا وحشين جدا قبليها، وليستر لسه تعبانين الصراحه، ما اكذبش عليك دفاعيا بالذات يعني حتى لو بنشوف وانت قاعد تقول عليهم ظبط لهم الهجوم جبت فاردي ما جابوش جول، ماتشين ما جابوش جول، بس فاردي ارقامه كويسه يعني فين كويسه بره الجول بره العارضه ما فيش حاجه. وبس كده يا جماعه، دي كانت حلقتنا للاسبوع ال 23. يا رب تكون خفيفه لطيفه، عرفناكم كده مين اللعيبه اللي متوقع انهم يتالقوا الفتره اللي جايه لغايه الاسبوع 30، كمان بيقول لك على فرق لغايه الاسبوع 30 ماتشاتها كويسه، فما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب، تفعل جرس التنبيهات عشان حلقات اول ما بننزلها، وتشترك في دوري احمد وسلمى فري بالستاين، واسالونا اسئلتكم في الكومنتات بنحاول نجاوب، طبعا بتبقى على حسب الظروف بس بنحاول نجاوب على قد ما نقدر، وحتى لما احنا ما بنعرفش نجاوب انتوا بتجاوبوا على بعض وبنشوفها دايما يعني رغي حلو في الكومنتات بالظبط. وقولوا لنا في الكومنتات هتكابتنوا مين الجوله دي بالذات لو انتوا بتاخدوا ريسكات، ونشوفكم على خير الحلقه الجايه ان شاء الله.